السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بصراحة جاية اقول لكم اشتريت لبن من الست كمية كبيرة، حوالي بتاع 6 كيلو كده. فحطيتهم في التلاجة عادي في الشبكة تحت يوم كامل، وبعد كده تاني يوم رحت رافعاه من الشبكة رميته في الفريزر. بطلع كيس منه فلقيته لا حول ولا قوة الا بالله، جبن معايا وقطع بقى قطع يعني كده. فانا بصراحه النهارده انا كنت عامله لكم سلسله حلقات قبل كده، جبنه القريش والجبنه الرومي والجبنه الشيدر والجبنه الكريمي والجبنه النستو، يعني سلسله كده، وابقى انزل لكم اللينكات بتاعها في الحلقه دي. ادعوا لي بقى، انا معاكم على الهوا اهو مباشر، في ان انا تنفع معايا الجبنه دي اعملها جبنه. لو هو اللبن ده الست صاحبه اللبن تكون عندها تقوى يعني، ومش غشه اللبن هيكون كويس، هينفع معايا. لان لو اللبن قطع معاكي تعملي لبن بتاع دوت جبنه موتزاريلا. فانا هجرب معاكم، لو جمع معايا ونجحت يبقى اللبن ده كويس 100 100. ما جمعتش بقى انا وانتوا حظنا، وهشوفها بقى اعمله ايه اي حاجه تانية غير ان هو يتعمل موتزاريلا. لان باقي بصراحه جبنه الموتزاريلا هي المفروض اللي تتعمل وما عملتهاش. فانا استغليت الكميه دي اللي اتعملت معايا، قطع معايا اللبن، وقلت ايه اعمله. بس في حاله واحده بس بيشترط اللبن يتعمل معاكي موتزاريلا لما ما يكونش مغشوش، ما يكونش عليه ميه، يكون لبن طازه ويكون بخير وكده، فبتنفع معاكي. فانا معاكم اهو، احنا مع بعض. لو نفع معانا كان بها، ما نفعش يبقى الله المستعان. هو دلوقتي انا استنى يوصل لدرجه السخونه، سخن جدا. المفروض انزل بمعلقه كبيره، معلقه صغيره ملح الليمون عشان يجمع معايا. واديني انا منتظره لحد ما يسخن معايا واوريه لكم. ورجعت لكم تاني يا بنات اهو، وصل لدرجه السخونه. اعمل فيه ايه دلوقتي عشان يجمع معايا كتل؟ هنزل بمعلقه كبيره ملح الليمون اهو. حط معلقه تانية كده عشان دي معلقه صغيره، وهنشوف مع بعض. لو جمع معايا كتل يبقى اللبن ده كويس مش مغشوش، لو ما جمعش بقى الله المستعان. اهو هعمل كده اهو، بيبتدي يفصل معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اللهم بارك، يا رب تنجح ان شاء الله. اهو فعلا بسم الله ما شاء الله اهو، بس يا رب تكمل للاخر. اهو بصوا شايفين يا بنات، بس لسه طبعا بيفصل معايا اهو. افضل اجمع كده بالمعلقه المقصوصه لحد ما تبقى كتله. بس يا رب تنجح، ان لسه برضو مش معنى انه فصل ان هو لبن كويس لازم تمط معايا وتنجح. اهو يا بنات اهو اقلبه كده. هي بقت مفتته كده، بس ما لسه بقى اما اشوف ربنا يستر وتجمع معايا. لو ما جمعتش اضطر اعملها اي جبنه، يا جبنه كريمي يا جبنه نستو، لانه لازم يكون شرط الجبنه الموتزاريلا تنجح لازم يكون اللبن بخيره اصلي مش مغشوش عشان تمط معاكي. ما بيتجمعش، بتبقى حتت كده. يا رب. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي، ما حاولت اعمل اللبن اعمله جبنه موتزاريلا، ما فلحش وفشل، لان اللبن طبعا حسبي الله ونعم الوكيل. الست طلعت غشه اللبن، لانه لازم يكون اللبن بكر خام كده، من يعني زي ما بيقولوا من بالزم وكده. لكن الله المستعان، هي خدعتني، اللبن مش كويس. وسبحان الله عايزه تختبر اللبن بتاعك، تعرفي ان هو مش بيلعبوا فيه ولا ومش غشينه. تعرفي من حركه الموتزاريلا دي، لو ما قطعش معاكي وطلع كده ويمط وبقى جبنه، يبقى هما بيعملوا نص ميه والله المستعان. فدلوقتي هعمل له اعاده تدوير بقى، ان انا اعمله ايه، بشاميل محترم معتبر مفيش بعد كده. لكن انا مش هرميه ان شاء الله ولا اي حاجه. ومعايا كده خطوه، انا حطاه في الحله كده اهو. هحط زيت هنا، خلي بس الحله تنشف ميه، واعمل احلى بشاميل صوص بقى ابيض بتاع المكرونه، ومش هرميه وهستفيد منه وان شاء الله هيبقى احلى بشاميل.
ممكن تعملي من الميه بتاعته تحطيها للجبنه لو عندك جبنه بيضه او جبنه قريش تحفظه، او ممكن تعملي بيه معجنات طريه، او ممكن تعملي بيه لو هو الجبنه. لكن هو ما ادانيش فرصه حتى ان انا اعمل بيه جبنه كريمي ولا جبنه قريش ولا جبنه نستو. حتى اللبن مقطع خالص وسائل خالص لدرجه ان هم غشاه يعني بمعنى والله المستعان. فشوفوا معايا كده، حطيت زيت كده اهو زي ما انتم شايفين يسخن كويس معايا، واعمل الدقيق بس يسخن كده وارجع. بنات كوبايه الدقيق كده بتنزل، دي كوبايه دقيق وهي اعملها كده حمرها لحد ما الدقيق يغلى في الزيت، يغلى في الدقيق كله اهو يا بنات. الدقيق كله يتغلف زي ما انتم عارفين طبعا. ان شاء الله يطلع احلى بشاميل. في حلقه تانية اعمل لكم استغل البشاميل ده واعمل بيه اعاده تدوير اكل برضو تاني عندي، فيبقى احلى ان شاء الله. مفيش حاجه بتترمي، كله بيتعمل اهو زي ما انتم شايفين كده. احط المصفى كده واصفي لو قطع حاجه كده نزلت. اهو افضل احرك كده لحد ما يفك معايا كل الخليط عشان ما يبقاش مكلكع. انزل بالملح كده وانزل فلفل اسود واقلب. ورجعت لكم تاني يا بنات. بسم الله ما شاء الله. بصوا القوام بتاعها ازاي اهو، مش بيكلكع وسائل جدا اهو. بسم الله ما شاء الله. طعمه خطير بفعل المزازه اللي في الشرش بتاع الجبنه ولا اللبن اللي اتقطع ده جميل جدا. وانا عملت لكم قبل كده في حلقه، عملت لكم مكرونه بشاميل بلبن قاطع زي كده، وابقى انزل لكم لينك الحلقه ان شاء الله مع حلقه البشاميل دي اهي. بسم الله ما شاء الله. بصوا هطفي عليها كده واوريها لكم اهو يا بنات. بسم الله ما شاء الله. بصوا جميل ازاي، مش مكلكع وجميل. ده صوص تقدروا تعملوا بيه بشاميل، تحطوه في اي مكرونات، سلطه، اي حاجه. صوص ابيض اللي هو معروف البشاميل بتاعنا. فانا كده استغليت وعملت اعاده تدوير للبن القاطع بتاعي وعملت منه بشاميل ينفع في اي مكرونه تحطيها عليه، تحطيها على سلطه، تحطيه على اي حاجه عندك، تحطيه يبقى صوص ابيض بشاميل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.